في لافتة إنسانية مؤثرة ستظل عالقة في الأذهان. طلاب إعلام، تحياتنا اليوم طبعا، طلاب إعلام قنا بيودعون عمي جمال بممر شرفي ورداء التخرج. فبدل من ان هم يقتصروا الاحتفال على الخريجين فقط، قرروا الطلاب ان هم يصنعوا لحظه لا تنسى. يعني اصطفوا في ممر كده جميل محترم شرفي يحيط بعمي جمال اثناء مروره بينهم مرتدين ارواب التخرج عشان يعبروا عن امتنانهم لما قدمه من حب ودعم طول السنين اللي فاتت ليهم. المشهد ما كانش مجرد وداع لعامل بسيط، بس كانت رسالة عميقة تدل على الإنسانية اللي موجودة في المصريين كلهم. لا تقاس بقى لا بمناصب ولا بمواقف، لكن القلوب اللي بتحب بصدق وبتخدم بإخلاص. معانا مداخلة تليفونية من عمي جمال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا راجل يا بركة، أخبارك إيه؟ الله يبارك لك يا باشا، الله يبارك لك. أهلا بيك في النص الحلو. الله يبارك لك. بتشتغل إيه يا عم جمال في المدرسة؟ في الكلية؟ أنا في الكلية من 2014. بعامل باليومية. من 2014؟ من 2014 من فاتحة الكلية 11 سنة. كان 11 سنة. كان عميد الكلية الدكتور عبد العزيز السيد. عملت فيهم ايه علشان يعني تخلي كل الطلبة يستقبلوك بالحفل الهائل ده؟ ايه اللي انت عملته فيهم؟ يعني انا من ساعة ما اشتغلت في الكلية وانا الطلبة دول عاملهم كاولادي او اخواتي الصغيرين. فكل اي حد عايز حاجة اما نلبيها له. حد عايز يعني يوصل لدكتور ومكسوف او محرج من دكتور، كنت اتواصل مع الدكتور انا واخليه يقابله وان كان معاه مشكله يحلها له. بس برضو يعني في ناس كتيره بتخدم الخدمات ديت للطلبه، لكن مش بيكونوا بالتاثير بتاع حضرتك ده. والله يا دكتوره بصي، احنا معلش يعني كان دايما حتى لو اتصلت باي حد من طلاب كليه الاعلام، حتى الدفعه اللي اتخرجت قبل كده، كان دايما لما نلقى حد حزين او مهموم نحاول نضحكه بنكته بهزار باي حاجه، بحيث ان احنا يعني نفك عنهم شويه كده يعني. عندك اولاد يا عم جمال؟ عندي 4 اولاد. يا بختهم بيك. الحمد لله. بيدرسوا ايه طيب؟ بيدرسوا ايه؟ الله. بيدرسوا ايه يا عم جمال؟ لا والله، عبد الله دبلوم تجاره. حاليا متزوج ومعاه عدي. ومحمود مع عمر. انت فخر يا عم جمال لكل مصري شايف يعني دوره على هذه الارض. وخليك معانا، ما تقفلش الخط، علشان معانا مداخله تليفونيه من صاحب فكره تكريم حضرتك، الاستاذ احمد حسن بدوي، رئيس اتحاد طلاب كليه الاعلام. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اخبار حضرتك؟ اهلا بحضرتك في النص الحلو. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اشكرك. يعني عرفني جت الفكره ازاي، بما انك انت زميل بقى في كليه اعلام بقى، احنا زملاء مع بعض دلوقتي. قول لي. الله شرف ليا حضرتك والله. اشكرك. والله هو عم جمال يعني يعتبر رمز من رموز كليه الاعلام. يعني احنا دايما لما بنشوف في الكليه بنفرح. يعني هو دايما مصدر البهجه والسرور على كل طلاب كليه الاعلام. احنا على فكره كان من شهر وكده كان في ترند على الفيسبوك، كان ترند الحلوه وكده، فاحنا برضه قلنا بدل ما نعمله مع دكاتره عملناه مع عم جمال، فبرضه طلع ترند. يعني انا مش عارف ايه بين عم جمال وبين حكايه الترند، كل ما نكرمه بحاجه يطلع ترند. هو اكيد يستاهل الترند. ماذا بينك وبين الله يا عم جمال، عشان كل ما نكرمك تطلع. اتعلموا بقى من عم جمال عشان تطلعوا ترند انتوا كمان بقى، اتعلموا منه. استاذ احمد، بنشكرك جدا على الفكره الجميله واللفته الانسانيه اللي حضرتك قدمتها لمواطن بسيط، وشكرا يا عم جمال على انسانيتك وعلى دورك الجميل اللي بتقدمه كعمل خدمي لطلابك في الجامعه عشان تطلع كوادر اعلاميه محترمه نفخر بيها. اشكركم جميعا.